السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ كلامنا بالصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. الآن أنا راجع البيت، كنت في رحلة صراحة صغيرة، والآن راجع البيت عوض هالة على ساوث كارولاينا. الجميل في ساوث كارولاينا صراحة إنه جوها جميل جدا، معتدل أغلب السنة تقريبا. شايفين مطر عندنا تقريبا ما شاء الله، مطر دائما باستمرار. يعني اليوم الأحد، عشان هيك شايفين الشوارع فاضية. هاي الناس اللي قصت الهي أكل البقر حاطيته الآن على الجنب، والجو عندنا معتدل، الحياة عندنا سهلة. شايفين كيف الشوارع فاضية معظم الأوقات. لو أنت وهي حالات القرى. أنا مرة رحت على نيويورك ولا نيو جيرسي، استغربت، كنت أحكي كيف الناس هيك عايشة بهاي العيشة. كنت استغرب. طبعا سبحان الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله سايق على راحتك، مطمئن مرتاح. هاي من أحد فوائد وأحد إيجابيات الحياة في الريف، إنك تطلع مرتاح ماشي بسهولة جدا، مش حامل هم الازدحام والمشاكل والسرعة، تسوق على راحتك. فهي أحد الأشياء الكويسة والطيبة في هاي البلاد ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أو في حياة الريف عموما يعني. والآن في طريقي لولهالة إن شاء الله. يعني زي ما حكينا، فقط هنا يمكن انك تدير بالك طبعا في المناطق هاي، انك تدير بالك من الحيوانات، من الحوادث الحيوانات، خاصة إذا كنت سايق في الليل. لأنه ممكن لا سمح الله انك تضرب غزال، تضرب بقرة، تضرب شغلة. هاي شكله هاي بقرة في الشارع. شو هاي؟ هاي شفتوا؟ هاي واحد داعم دب. سبحان الله، خليني افرجيكم اياه. سبحان الله. الان نتكلم عن الحوادث وعن بعض الناس اللي بتحكي انها ضد الصيد. طبعا اذا الشيء زاد عن حده انقلب لضده. طبعا لازم الانسان انه نحاول نخفف من هاي الحيوانات. شفتها؟ هاي دب في الشارع. الان نتكلم في هاي الامور. سبحان الله، شوف ما اكبر هذا الدب. واو. طبعا هذا الصيد، لو يعني كثرة هاي الحيوانات في هالشوارع وتطلع كيف ولا حد مهتم. واو والله دب كبير جدا صراحة. طبعا ممنوع حد الآن ياخذ الجلد تبعه، لازم يتصلوا بالشركة أو تبعون الجيم، هذول تبعون الحيوانات، ونحكي له انه في دب في الشارع، عشان واحد لو بده يجي طوله يطعمي له حيوانات، هم بيطعموا له الحيوانات تبعتهم، او لو بده ياخذ الجلد تبعه. شايفينه؟ واو والله حيوان كبير جدا هذا الدب. سبحان الله. وهي الاشياء اللي ممكن الخطره في هاي القرى او مناطق الغابات. يعني انا عندي قريب من الغابه في بيتي. طبعا هاي الاشياء اللي ممكن تكون خطره، لانه كثير مرات بصير عندنا حوادث انه واحد ممكن يدعم بقره الله يكرمكم، او مرات حتى ممكن يعني الغزلان بالذات، الغزلان بكثره جدا الحوادث الغزلان. فلينتبه الانسان سبحان الله من هاي الاشياء، في خاصه السواقه في الليل، لأن هاي بتطلع عليك فجأة، وإذا خاصة إذا شافت الضوء السيارة بتوقف بمحلها. عشان هيك أحد الأشياء الممنوعة إنك تصيد عن طريق الضوء، إنك تجيب معك فلاش أو ضوء كبير وتحطه بعين الحيوان، فهو ساعتها بيعمل فريز بوقف وإنك تصيده. هاي الأشياء ممنوعة صيدها، وممنوع الصيد عندنا في الليل. يعني الصيد تحت شروط معينة فقط، تصيد 5 حيوانات، 5 غزلان في النهار من طلوع الفجر الى غروب الشمس. بعد ما في كل حيوان بتصيده بتحط عليه ورقه، بتكون عندك 5 اوراق انك او 5 اعداد انك تصيده. بتحط اول ما تصيده عشان تنقله بتحطه بالسياره، بتحط عليه الورقه وبتكبس عليه الورقه، بتلزقها وبتتحرك، عشان اذا مسكك شرطي او مسك تبعون الحيوانات ممكن يخربوا بيتك طبعا اذا انت مش حاطط الورقه هاي. وطبعا الصيد عندنا فترات معينه واوقات معينه، وممكن ترجعوا للاوقات للافلام تبعتي. انا تكلمت عن شروط الصيد في هاي البلد واوقاتها، وهل ذكر ام انثى، وهاي الاشياء الاخرى.
فالان انا الان داخل لولهالا. زي ما حكيت لكم الشوارع خاصة اليوم الأحد معظم الناس في الكنائس. بعد الكنائس راح يروحوا بوكلوا عادة في المطعم. راح أحاول اليوم أصور لكم فيلم عند عبد اللطيف ياسين في المحل تبعه، في المطعم تبعه، قديش الناس عنده الدخول. طبعا احنا والهالا أول دخلة لساوث كارولاينا، واللي جاء من أطلانتا هي أكزت 1. احنا بنسكن على اكزت 1. الحلو في والهالا انا ساكن على الحدود، حدودي 20 دقيقة بدخل في ولاية جورجيا، تقريبا 15-20 دقيقة بدخل في نورث كارولاينا، ولاية نورث كارولاينا. فأنا موقعي جاي تقريبا على 3 ولايات اللي هي نورث كارولاينا، ساوث كارولاينا، جورجيا. فبيعطيني موقع متميز، وسكنتي لها موقع متميز. ممكن يجي عندي ناس من نورث كارولاينا يزوروني، ممكن يجوني ناس من جورجيا، وممكن يجوني ناس من ساوث كارولاينا. الموقع صراحة جدا متميز وجدا جميل. منطقة تقريبا أغلبها غابات وجبال. لو مثلا الآن أمشي شوي كمان راح أفرجيك أول دخول، يعني اللي جاي عندي من نورث كارولاينا هي اللي بيروح يشوف جبال نورث كارولاينا والسلسلة جبال البلو ريدج راح أشوفها الآن. طبعا الان ممكن تشوفوها مش عارف الان اليوم غيوم، مش عارف راح تبين الان على الدخول ولا مش راح تبين، لانه شايفين الان هي شايف الجبال، هي مبينت الجبال فوق، هيها بدات تبين. انا ساكن قبل الجبال يعني تقريبا ب5 دقائق بالضبط. يعني انا باخذ 5 دقائق لناحيه الجبال، وبدخل في سلسله الجبال هاي، ومناطق جميله جدا، ومناطق الجبال ومناطق الغابات، وجبال البلو ريدج اللي بتشوفوها في الى برنامج على الهيستوري، او على مش الهيستوري شانل، والله يمكن على الهيستوري شانل، وعلى عم بيتكلموا عن ناس عايشين في هاي الجبال وكيف بيعيشوا في هاي الجبال، وكيف بياكلوا وبيشربوا وهم في هاي الجبال، عن طريق طبعا بياكلوا اغلبها اكل حيوانات اللي هي الغزلان، وكمان الصيد الاسماك عندهم متوفر، البحيرات متوفره، مناطق جميله جدا. فهي والهالا، وهي نبذه عن والهالا بتشوفوها. هي دخول والهالا. طبعا لو دخلت والهالا بالليل، احنا الان مزينين والهالا عشان الاعياد وما اعياد. فراح امشي معاكم شوي ان شاء الله، شوي صغيره تشوف بدايه والهالا، ثم ان شاء الله ننهي كلامنا. المهم واللي عنده اي استفسار، عنده اي سؤال، انا تحت امركم. طبعا هي الداون تاون احنا محكومين في، طبعا البيوت لازم تضلها هاي القديمه اللي انشئت قبل 100 و 200 و 300 سنه او 200 سنه، فلازم تضلها موجوده، ممنوع نلعب فيها، ممنوع نغير الديكور تبعها. في هنا طبعا اشياء بتصير، انه مثلا هذه هنا كان احد البيوت، احد المحلات التجاريه كانت في هاي المكان، وثم انهارت، يعني بالقدام صارت قديم وانهارت. فالحكومه اشترت هاي المنطقه، او الولايه تبعتنا اشترت هاي المنطقه وبدها تعمل عليها مشروع. هنا الكورت اللي هو المحكمه تبعت والهالا، بيجوا عليها من كل المقاطعه. هاي المحكمه شايفينه. وهنا الان انا متوجه لبيتي، وكمان متوجه لمنطقة الجبال. أنا لو أطلع هيك شوية 15 دقائق كمان راح أدخل على منطقة كلها جبال، منطقة جميلة جدا 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 صراحة وممتعة. والناس اللي بتحب هايكينج وبتحب تطلع للهايكينج راح تنبسط في هاي المنطقة. أنا تطلع على الجبل وتلفلف وتأخذ رحلة جميلة ممتعة، خاصة للشباب. يعني كثير طبعا المشكلة الهايكينج انه ممكن الانسان يضيع، فالافضل انك تتبع مسار معين. انا عندي اولادي كمان بيطلعوا هايكينج، يعني اخر مرة خوفوني، حكوا لي احنا ضايعين في هذا، ولكن الحمد لله باخر اليوم حتى اتصلت في ادارة الهايكينج او ادارة الناس اللي مسؤولين، حكيت لهم انه اولادي اتوقع انهم ضاعوا الان، فبدوا يبحثوا عنهم على الساعة 7 8 بالليل، ولكن الحمد لله اولادي رجعوا بالاخير للمكان اللي كانوا حاطين فيه السيارة واندلوا. طبعا انا مرة عندي قصة، يوم مرة انا ضعت في الغابة وضعتها في احد اشرطتي، اذا ممكن ترجعوا لها وتشوفوها. اليوم البنزين هي سعره 2.95 الجالون، تقريبا 4 لتر 3.6 لتر، شايفين. وهي احنا الان هاي قربت الان اوصل بيتي، وكمان ان شاء الله ننهي بعد شويه، بس افرجيكم الجبال وسلسله الجبال اللي بده يطلع على نورث كارولاينا، هين طريق نورث كارولاينا، وصراحه منظر ممتع. وحتى ممكن تطلع على ولايه تينيسي من هذا المكان، اللي بده يطلع على ولايه تينيسي على جاتنبرغ منطقه سياحيه جميله جدا.
شايفين هي ما شاء الله. اخذتوا الان جولة معانا في والهالا. والهالا اسم الماني في الاصل. هاي المنطقة استقروا فيها الالمان في الزمانات واعطوها اسم الماني وظل الاسم الى اليوم. الان الساعة تقريبا 10 صباحا، الساعة 9:52. والآن بدينا نطلع ونخرج من والهالا. هيا هنا هي بيتي على الأطراف. طبعا أنا بسكن في هذا البيت قريب عن كل شيء في المنطقة. المدرسة 4-5 دقائق. هاي الجبال، هاي سلسلة الجبال اللي بحكي لكم عنها. بتطلع هنا وبتدخل في سلسلة الجبال. سلسلة جميلة جدا ولازم أخذكم عليها رحلة إن شاء الله في المستقبل القريب. طبعا الحلو في بيتي من أسكن في هذا البيت إنه أنا بكون أوت أوف سيتي. أوت أوف سيتي يعني أنا برا المدينة بسموني، وقريب طبعا عن المدينة. هتلاقوا حاطين لافتة بيحكوا لنا أنت الآن خرجت من المدينة. أنا بخرج من المدينة بعد دقيقة، ولكن الحلو يعني إني من أخرج من المدينة ممكن أحط عندي الحيوانات اللي عاوزها. شوف هذا مثلا، هذا ممكن عشان برا السيتي ممكن يحط الان حيوانات ويربي حيوانات، هيك ما بيكون ضايق ولا ازعج اي احد اخر. وهي جيراني، هين جيراني طبعا كلهم بيعرفوني وكلهم بيعرفوني وبعرفهم. اليوم 18 او 19 12 ديسمبر. الجو جميل معتدل. الله اعلم في امطار جاي الان. وهي البيت تبعي، المزرعة. هاي المزرعة مع البيت. هي الخرفان يرعوا والبقر برعى من الناحية الثانية. وننهي كلامنا الآن بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.